بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير وصفه بسطيله بالدجاج. انا غندير المقادير ديال جوج دجاجات، يمكن لكم ديروا نص المقادير كالعاده بطريقه سهله ومقادير في متناول الجميع. باش نتعرفوا على هادشي كامل ما عليكم غير تتبعوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. في واحد البانيو كنديروا المهم بانيو ولا شي حاجه غارقه عندكم فين كتخلطوا. كنديروا التوابل اللي هما عباره على 2 معالق صغار من الابزار و2 معالق صغار ديال السكينجبير، وغنديروا 2 معالق صغار ديال الخرقوم. بالنسبه للقرفه نديروا غير نص معلقه باش ما تجيناش حاره بزاف بالقرفه، نديروا غير نص معلقه صغيره ديال القرفه. كناخذوا واحد الضمه ديال الزعفران كندوبوها في كاس ديال الماء صغير، وكنزيدوا معلقه كبيره ونص ديال الملحه، وبالنسبه لزيت الزيتون كنزيدوا معلقه كبيره، وكنخلطوا مزيان داك الخليط. كناخذوا داك الدجاج ديالنا اللي نكونوا ديجا غسلناه وفصلناه كنديروه في داك الخليط ديال التوابل اللي وجدنا حتى كنفندوه مزيان في داك الخليط باش كيتشرب لينا كيتشرب لنا دوك التوابل باش كيجي لذيذ بزاف. المهم الفيديو كيوضح لكم كل شيء. دابا من بعد ما سالينا داك الدجاج ديالنا كامل ومع داك التوابل كنغطوه بواحد البلاستيك غذائي وكنخليوه في الثلاجه ليله كامله. في اليوم التالي كنوجدوا البصله ديالنا اللي غادي نديرو. انا صاوبت كيلو ونص ديال البصله حيت فاش كطيب البصله دغيا كتنزل. المهم كنقادوها مزيان، كنخرجوا داك الدجاج ديالنا من الثلاجه ونديروه في كوكوط او طنجره الضغط. كنزيدوا له زلافه ديال الزيت او 180 مليلتر ديال الزيت، زيت المائده، وكنخليوه يتشحر على نار متوسطه. كنقطعوا البصله ديالنا شرائح او مشلضه اللي بغيتو نتوما. انا قطعتها طويله كما كتشوفوا، طويله ورقيقه بزاف بزاف باش دغيا طيب لنا البصله ودغيا تنزل ليا البصله، حيتاش ما يمكنش تبقى كتزغزغز ما يمكنش، خصها تكون معلكه، تكون نازله نيت مزيان. المهم بعد ما قطعتها كما كتشوفوا درتها في واحد الكوكوط باش الكوكوط كتسهل الطياب دغيا. غادي نزيد عليها واحد الضامه ديال الزعفران مذوبه في واحد الكاس ديال الماء، وغادي نزيد عليها بعض التوابل. غادي ندير الابزار والخرقوم والسكينجبير، غادي ندير معلقه صغيره من كل حاجه. الابزار معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. كنخلطوا مزيان التوابل ديالنا مع البصله وكنخليوهم على نار هادئه. في هذا الاثناء كندوزو كنشوفوا اللوز اللي غادي نديرو. انا درت كيلو ديال اللوز مغسول ومقشر، غادي نديرو في الزيت بارده هي الاولى، عاد كنديرو فوق النار. وما ما كنغفلوش عليه حيت اللوز واخا كتحيدو ما تخليوش يتحمر بزاف، حيت واخا تحيدو زعما كيكمل اللون ديالو برا الزيت. كناخذوا 2 مغارف ديال المرقه كنزيدوهم للبصله ديالنا باش كطيب مزيان. مور ما طاب الدجاج ديالنا كنفصلوه على المرقه وكنخليوه كيتقطع شويه وكنفرتكوه، وكنخليو المرقه كتشحر لنا مزيان وكتختار. من بعد ما تقالت لينا المرقه وتشحرات مزيان كنصفيوها في شي شبكه مزيان، وكنديروا شويه مع داك الدجاج اللي فرتكنا باش تكون فيه اللذه ديال المرقه. كندوزو اللوز ديالنا اللي ديجا اللي قلينا كنهرمشوه مع شويه ديال السكر والقرفه وما زهر،
ما كنطحنوش بزاف كيبقى شويه قاصح باش ما كتجيناش البسطيله معجنه. دابا من بعد ما سالينا اللوز ديالنا وخلينا على جنب، كندوزو للدجاج اللي ديجا فرتكناه وزدنا له المرقه المدغمره. غنخلطوه مزيان ونخليوه حتى هو على جنب، ونمشيو نشوفوا البصله ديالنا فين وصلت. دابا وصلنا للسطاج ما قبل الاخير. كما كتشوفوا البصله ديالنا تدغمرات. دابا نزيدوا لها البيض. انا درت هنا 11 بيضه، ممكن ديروا غير 10 البيضات، وكنزيدوهم على البصله وكنبقاو كنخلطوا حتى كيعقد لينا الخليط. عاد كنصفيوه. فاش كيوصل لينا الخليط لهاد المرحله كيتصاوب بحال هكا، كيطلق لينا واحد الماء صافي. ديك الساعات اللي كنساليو كنطفيو البوطه عليه وكنصفيوه من داك الماء اللي كيطلق. في هاد الاثناء كناخذوا واحد المقيله كنديروا فيها زيت المائده، واحد شويه ديال الزيت مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اولا 2 معالق عفوا. غندوبوهم وحيت بهم غادي بقى ندهنوا الورقات ديال البسطيله باش يتلاصقوا لنا مع بعضياتهم. وفي هذا الاثناء غنكونوا سالينا كاع لي زيتاب اولا المراحل ديال الفيديو. بقات لنا مرحله واحده اللي هي التعمار ديال البسطيله. غنخليكم مع باقي الفيديو، راه كيوضح كل شيء وفرجه ممتعه. دابا من بعد ما سالينا التعمار ديال البسطيله ديالنا غادي ندخلوها للفرن لمده نصف ساعه على درجه حراره 180 درجه. كنطيبوها من التحت هو الاول، عاد كنحمروها من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه. ما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو، واخا ما يعجبكمش ديروا اللايك. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وفي فيديو اخر ان شاء الله ومع وصفه اخرى ان شاء الله.